عليا قلة الراحة والشمس القداحة. كنت زمان بسأل أمي ليه ياما بتقولي كده، ما كانتش بترد عليا. أنا دلوقتي عرفت ليه أمي الله يرحمها كانت دايما بتقول إيه المثل ده. قبل ما نبدأ الفيديو نصلي على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. واللي أول مرة أشوف بيتك بسيط مع فطومة ما ينساش يدوس على كلمة اشتراك ويفعل الجرس عشان يجيلكوا كل جديد. طبعا بتعددي ليه على الصبح يا فطومة؟ هو مش الصبح الصراحة، بالليل كده محمد حب يرفع المرتبة وياخد هدوم من الشتاء يطلعها بقى، وانا بقالي قد ايه بقول لكم يا حبيبي تعالى نطلع الهدوم. تمام. المهم بقى فك السرير، وما ادراك ما اللي حصل تحت السرير. انا ما اعرفش دي كانت رطوبه ولا دي ميه دخلت كده، الارض مدحرجه دخلت تحتيها بوظت كل حاجه. فتعالوا كده شوفوا وشوفوا هنعملوا ايه. يلا بينا يا حلوين يا امامير يا جماميل. شوفوا الهنا اللي انا فيها. بصوا طبعا بالليل محدش نام في الاوضه. محمود طلع عند هبه. تمام. هم رموا لي كل حاجه بالشكل ده. طبعا اللي راح المعهد دلوقتي واللي راح شاف حاله. بصوا المنظر في السرير. انا مش عارفه بقى دي ميه دخلت كده ولا دي رطوبه. طبعا انا اللي مزعلني ان الخلاط اللي انا جايباه لمحمد الكرتونه بتاعته كده ايه باظت. بصوا الكرتونه عملت ازاي، باظت. وطبعا طقم ازاز هوريهولكم، والهدوم اهي مرميه وشكل الأوضة، وهدوم فوق التلاجة وهدوم في الأرض والدنيا خربانة. ده طقم كاسات. الطقم التاني بقى شرب المية كلها، حطوه في البلكونة واتكسر، فمش عارفة احطه في كرتونة تانية. طب والعروسة لما تيجي تشوفه تلاقي كرتونة تانية تقول ايه، جايب لها حاجة مستعملة. يعني يما يعني يما على اللي جرالي يما، مش عارفه افوق ولا عارفه ارفع راسي، كل حاجه تجري ورا بعض ورا بعض ورا بعض. يا ريتها معلمتني اشيل المسؤوليه، ويا ريتها معلمتني ان انا اعمل ده. والله العظيم ثلاثه. يا بخت اللي حاطط ايده في الميه البارده ومكبر دماغه، تروح تيجي والدنيا ماشيه كده ماشيه وكده ماشيه. والله العظيم ثلاثه. تعالوا بقى نشوف كده ايه هنعملوا ايه في الجو الجميل ده. والله العظيم مش عارفة اعمل ايه. انا مش عارفة. الدنيا بايظة يا اخي. ايه ده؟ ايه ده؟ ده اللي نجا. ده اللي نجا من المشوار والباقي باظ يعني. وكده يا حبايبي تعالوا كده مع بعض نشوف بقى اللي انا فيه دوت. الحمد لله يعني قدر الله وما شاء فعل. حتى يوم الاجازه كويس ان النهارده هبه اللي هتعمل الغدا. هي هبه خدت يوم السبت ده ليها وقالت انا هتريحني ان انا تعمل لي اكل وكده وننزل ايه نتغدى مع بعضينا. يا ماما ما تتعبيش نفسك، انا هقعد اعمل الغدا ونتغدى مع بعض ان شاء الله يكرمك ويسترك ويفرح قلبك. ادي يوم الاجازه طلعت لي اللي انتوا شايفينه ده، وكل الهدوم دي طبعا هتتغسل عشان طلعت مكمكمة طبعا، والكراتين بايظت والشنط باظت، فكل حاجة هتترمى اللي هي باظت وكده. وهعيد بقى غسيل كل الحاجات دي تاني. هحطها على الكنبة بره علشان اوسع لنفسي مكان واعرف اشوف انا هعمل ايه في موضوع الأوضة اللي فيها رطوبة ديت. فالله المستعان. بصراحة انا كنت فاكرة ان في مية دخلت تحت السرير دوت، ان الأوضة دي مدحرجة فجنب الحمام، قلت ممكن يكون بيسيقوا بيعملوا فالميه اتدحرجت ودخلت. طبعا اكتشفت بقى ايه، هوريكم منظر بيعمل ازاي. لما انا جيت شلت السرير بتاع محمد ابني وبشيل كل الحاجات اللي انتوا شايفينها ديت، والله العظيم ثلاثة انا واخده كميه علاج امبارح بالليل، وقلت الحمد لله هنام بقى ايه وارتاح، واليوم ده يبقى اجازه اكل يجيلي لغايه عندي، واليوم ده انا ارتاحه. بس سبحان الله العظيم يعني اللي كتب عليه الشقه يفضل طول عمره شقيان يعني. الحمد لله بس اديني الصحه والقوه ويعني يا رب على اللي انا فيه ده و... واكمل. يعني انا كده كده ما بحبش القعده ولا الرقده ولا الكلام من ده، بحب دايما اجدد وانضف واشيل واحط واخلي بيتي زي الفل. يعني بيبقى غصب عني ان انا ببقى سايبه بيتي بالوضع ده. تمام. هريح بقى، ما انا لازم اريح لي شويه، امال ايه. لسه يا فطومه ما عملتش حاجه، قومي شدي حيلك يلا اهي. ما اعرفش ايه الورق ده ايه. هنشيل بقى الكراتين دي على جنب. الكراتين دي انا حطاهم
علشان الفرق بين الالواح وكده وبعضيها. المفروض الالواح كلها تبقى جنب بعضيها عشان السوسة المراتب ما تبصي، يعني لازم يبقى كلها كده ايه متساويه جنب بعضيها. طبعا عماله انقل وانا قاعده في مكاني صراحه، مش هقدر اقوم، وفي نفس الوقت المطاطيه كتير بتتعبني، بتتعب عندي ظهري وكده. فارمي بقى يلا كل ده. طبعا نشوف اللي هيتغسل، وفاطمه بتعدد فاطمه بتعدد على اللي هي فيه. طلع كل اللي تحت السرير. طبعا دي بطاطين على هدوم شتوي، فطبعا اللي هلاقيه كده كله هيتغسل من تاني. يا رب الجو حلو يكون الايام اللي جايه ان شاء الله، عشان الحق اغسل الغسيل ده كله. تمام، والله المستعان. وهفرش بقى اشوف الصغير اللي على محمود واللي كده واللي كده. معلش يا فاطمه الله يعينك. فبصراحه لما بتفرج على الفيديو غير لما بكون انا اللي شغاله، يعني بتفرق كتير. تمام، بحس ان انا بتفرج زيكم كده، واقعد انتقد نفسي واشوف الحركات اللي انا بعملها بتبقى غريبه كده يعني، بس بتبقى عفويه يعني، بتطلع مني بدون قصد. فضيت السرير كله، وكمان حتة الخشبة اللي ساندة الألواح انكسرت. فأنا مش عارفة هبدأ بإيه، هضطر بقى إيه أوسع كده وارمي الناحية التانية علشان أعرف أولي من آخري إيه. تمام. الله، وصلنا اللي هلف حوالين نفسينا. طيب نزحزح الكومودينو ده كده شوية. عايزة أوسع مكان وانقل السرير ده من مكانه علشان خاطر نشوفه العيب في إيه يعني. فاحنا لازم نغير الموضوع. فاكرين في أول ترتيب الأوضة اما كان في كتير قوي من التعليقات يقولي لا نظام السرير مش كده حلو يا فاطمه، لازم اعملي كده واعملي كده واعملي كده. انا عملتها على الوضع ده عشان عارفه ما بعد انا مش هستحمل ان انا اشوف الشكل ده كتير. فلازم ان انا اغير، يعني انا طبيعتي كده محبش اشوف الوضع ده فتره طويله كده قدام مني، بحب التغيير. تمام. فزي ما انتم شايفين اهو، نقلت فاطمه السرير. طبعا ادام فاضي ومعلوش اي حاجه بيبقى خفيف. نمسح بقى كده ايه، نرجعه كده على جنب شمال ويمين يتظبط معانا. طبعا انا قافله الشباك والستاره عشان الاضاءه بتاعه الشارع بتعكس مع الكاميرا والتصوير، فبتخلي التصوير كده ايه مش حلو. في ناس قالت لي الفيديو اللي فات كانت الاضاءه مش حلوه، مش عارفه بقى العيب في في الكاميرا حصل فيها حاجه ولا اللمبه كانت ضعيفه. هبدأ انا امسح بس بشوية مية وكرور تحت السرير، ومش هفرش فيه تحتيه حاجة. يعني انا قررت مش هحط تحت السرير دي حاجة خالص، علشان شكل ان الأوضة دي مليانة رطوبة. عشان لما شلت سرير محمد لقيت الرطوبة. ولو تلاحظوا الخشب بتاع السرير اهو من الجنب اللي هو كان جنب الحيطة، والجزء ده بقى مليان رطوبة. حط الواحد ديت. طبعا لقيتها دي صغيرة وكانت واقعة كمان وكده. فهاخد الألواح اللي هي الكبيرة بتاعت السرير التاني. هبدل الالواح يعني عشان على اساس ان هي تتظبط هنا او هنا، ما يقعوش تاني وابص الاقي ايه المرتبه السوسه بتاعتها اتكسرت وكده. فهاخد كل الالواح زي بعضيها في السرير ده، والالواح التانية اخليها في جنب واحد. اه فاطمه تعمل شويه وتعمل شويه خلاص يعني، الحمد لله نعمه فضل من عند ربنا. فاديكوا شفتوا اللي انا فيه يعني، حتى يوم الاجازه بتمنى ان انا ارتاح فيه، فبتطلع لي حاجات كده غريبه. والله زعلت على التقومة بتاعت محمد ابني اللي باظت بسبب المية والكراتين. فالله المستعان وربنا يعوض عليه بالأحسن والأحسن يا رب. طبعا في كتير منكم هيقول لي ازاي بتجيبي له تقومة وبتجيبي له حاجات. ده عندنا في اسكندرية تقاليدنا كده. هنا حطيت زي ما انتم شايفين المراتب فوق بعضيها عشان اوسع مكان للسرير التاني هجيبه في الجنب ده. تمام. فانا بدأت بس بالكنس، وفصلت الفريزر. مش قادره صراحه افضي الادراج، المفروض ان انا اطلع الادراج اللي عليه من جوه كده عشان يبقى خفيف وسهل عليا. بس انا هزحزحه كده ايه واحده واحده. هو كده كده تحتيه عجل الرجليه يعني وكده. بصوا حاطين حاجات قد ايه الاولاد فوق الدي فريزر. عاملينه دولاب. هنا نقلت السرير التاني بالشكل ده كده، وببدأ ازحزح الدي فريزر. تمام. حطيته قدام الدولاب بس في مكان ان انت تعدي وتروحي وتيجي، وكمان هجيبه كده على الكومودينو. يعني بقت العملية سهلة. المهم يبقى فيه تهوية، والمكان اللي هو بايظ منه الرطوبة ده يسيبه فترة كده يتهوى قبل دخول الشتاء وكده. تمام. هروح اجيب الشرشوبة برضو امسح هنا كده بالشكل ده كده بحبة مية بقى وكرور. الشرشوبة اصلا باظت وجابت اخرها. ربنا يوسع عليا يا رب، واجيب ايد ليها تانية بدل الايد اللي هي بايظة. ما بقدرش صراحة ان انا اطاطي والقعدة اصلا مش بقدر اتحملها.
هجيب بقى الالواح زي ما انتم شايفين كده. سبحان الله ان ربنا عني النهارده واداني القوه، علشان عارف اللي انا فيه. العيال ما كانتش هتلاقي مكان تنام فيه بمنظر اللي انتم شايفينه، كان الاوضه تضرب تقلب. وادعوا لي كمان ربنا يعني ويقويني علشان خاطر الغسيل الشتوي كله عايز يتغسل. كمان البطاطين لو لقيتها ريحتها مش حلوة برضو هغسلها. فادعوا لي بالله عليكم المرحلة اللي جاية ربنا يعني ويقويني بقى ايه، ونخلص على خير. زي ما انتم شايفين كده الالواح دي كلها جت مظبوطة، ما عدا لوح واحد بس هنخليه في الاخر. تمام اهو. تمام خلاص فاطمة على اخرها. نجيب ده كده ايه على جنب عشان نقدر نخشه ونشوف فاطمة تعمل ايه. هنقل اللوح ده هنا وده مكانه. انتوا بيسموه عندكم في بلدكم ايه يعني بالنسبة لي؟ هو اسمه لوح عندكم ولا اسمه ايه؟ احنا عندنا لوح اسم لوح السرير، وفي بيقولوا عليه، وفي ناس بتقول عليه ابلكاش. فاكتبوا لي كده في التعليقات وقولوا لي عندكم لوح السرير اسمها ايه. طبعا الكرتونه دي عريضه علشان كانت بتاعه السرير بتاعه محمد. انا صراحه محتفظه بيها الهدف كده قدامي، بتنفعني احط فيها حاجات للاولاد وكده. تمام. بس مش هقدر بقى اشيل المرتبه تاني وابدل واحط دي مكانها ودي مكانها، فانا هتنتها كده وانا قاعده وهحط المرتبه بالشكل ده كده. تمام. وظبطت المسائل اهو، وهاتني الكرتونه من هنا وكده شغاله تمام. الدولاب ده بقى كان عامل ازمه ورا الباب، يعني مخلي الباب موارب. فانا فضيت كل اللي عليه، وعلشان اعرف انقله حطيته على السرير كده. بيبقى سهل عليكي ان انت ايه ما تقدريش تشيليه، بس تقدري تزحزحي لو حطيتيه على حاجه زي ما انا عامله كده. حطيته على جنب، وبالطريقه دي تبقى سهله عليكي ان انت تقدري تنقليه ادام سندتيه على حاجه وكده. فانا هحطه في المكان اللي هو فاضي ده في الزقر دوت. ان انا طبعا الدولاب الكبير مش مستحيل ان هو يتنقل من مكانه، عايز نفرين 3 علشان يتنقل من مكانه ويخش جنب الحيطه. فانا هخليه بالوضع ده كده تمام. الدولاب ده انا حاطاه هنا ليه؟ علشان خاطر محمد ابني محمود بيحط كتبه وكراريسه وحاجته وكل الحاجات اللي هو بيستخدمها هنا. تمام. فانا نقلته بالوضع ده بالشكل ده هنا كده زي ما انتم شايفينه. منها يبقى متداري ومنها يحط كل كراريسه وحاجته. طبعا مش قادره، قسما بالله العظيم ما قادره، بشتغل غصب عني، بس مين هيعمل ده؟ مفيش حد فاضي، وفي نفس الوقت كل واحد عنده اللي مكفيه والزياده. يعني والله العظيم كل واحد فيهم عنده اللي مكفيه. فربنا يقويني ويديني الصحة يا رب، وخلص الأوضة دي كده ايه على خير، وهسيبها بقى ايه تتهوى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بصوا الأرض بايظة ازاي، والكراتين كلها باظت كلها من الرطوبة. والشنطة دي كانت جايباها من السعودية، كانت فيها حاجات اتاكلت من الرطوبة واتقطعت. فلميت كل الكراتين وكل الحاجات اللي كانت في الأرض بايظة بسبب ركنتها كده، وانتوا طبعا عارفين. يعني مش عارفة اقول ايه الصراحة يعني. بس هو كان يوم صعب جدا، بس الحمد لله عدى على خير، وربنا عني وقواني على اللي انا فيه، والحمد لله نعمة وفضل من عند ربنا. اه والله العظيم 3. فادعوا لي كده المرحلة اللي جاية اقدر اخلص كده على خير ان شاء الله، وربنا يسهل الحال. بصوا هلم كل الحاجات ديت في قلب الشنطة زي ما انتم شايفين. بصوا الارض واللون بقى الارض عامل ازاي، الله المستعان. هكنس بقى الارضيه معاكم كده زي ما انتم شايفينها بالشكل ده كده كده على السريع. نلم كل دوت ونجيب بقى ميه وكرور، ميه وكرور واريال. بصوا انا هجيب كرور على بعضيه كده. ده كرور سايب كنت جايباه من العربيه اللي هي متعدي دوت في قلب الازازه. ان انا عامله مقاطعه اصلا، بطلت اجيب كروركس واجيب الحاجات ديت. فده كرور سايب بس حطاه في قلب الازازه. وافضل ادعك بقى الارضيه بالشكل دوت زي ما انتم شايفينه بالشكل ده كده. طبعا حوده جه وهبه جايبه الغدا وجايه والاولاد والنور قاطع، فهم قاعدين بقى ايه بيحضروا الاكل كده عشان نقعدوا ايه نتغدى مع بعضينا. واللي لو لسه ما عملتيش لايك لغايه دلوقتي اعملي لايك علشان خاطر الفيديو يوصل لكل حبايبنا، والناس اللي هي طبعا مش بيوصل لهم شعار ارجو ان هم رجاء يعني يلغوا الاشتراك ويرجعوه تاني ويفعلوا الجرس ويختاروا الكل عشان يجيلهم كل جديد من عندنا. طبعا انا عشان قصرت كتير في القناه الايام اللي عدت، فكان اغلبيتهم ما كانش بيجي لهم شعار.
علشان كده بقول لكم الغوا الاشتراك ورجعوه تاني وفعلوا الجرس واختاروا الكل، وان شاء الله كل جديد يجي لكم. زي ما انتم شايفين الاوضه كده بعد ما خلصتها حطيت الدي فريزر كده ايه على جنب، وسريري هنا وجنب بينهم الكومودينو، ودولاب الكتب حطيته في الزقر البعيد الهادي دوت. طبعا الدولاب عايز يتمسح ويتلمع. والسراير بقى تتفرش. تعالوا كده شوفوا الكارثه اللي في الصاله، يعني انا نظفت جوه ورتبت جوه والصاله بالمنظر ده. كل الهدوم دي كلها عايزه تتغسل، وطبعا الاجهزه بتاعت محمد هدخلها البلكونه تتشمس. تعالوا كده شوفوا البلكونه فيها ايه. طبعا بصوا طقم الكاسات ده كان بتاع حوده، كنت جايبه واحد لمحمد واحد لحوده. بصوا طقم الكاسات الرطوبه كلت الكرتونه وبوظتها بالشكل ده. طب انا لو جبت كرتونه وحطيت فيها الحاجات دي هيقولوا عليا ايه؟ يقولوا ايه جايباها بفرط انا ولا اعمل ايه انا دلوقتي؟ والشنطه بصوا باظت ازاي من الرطوبه. هغسلها. تعالوا كده شوفوا. ده طقم الحلل بتاع محمد، بصوا برضو ده شايلهوله. بصوا عامل ازاي. بصوا الكرتونه باظت ازاي، الله المستعان على الحاجات اللي باظت. والهدوم ديت كلها عايزه تتغسل، كل الهدوم دي عايزه تتغسل والله المستعان. ودي كرتونه الخلاط زي ما قلت لكم، وده طقم كاسات برضو تحت منه. فربنا يعيني على الصلاه وان انا اروقها وانضفها، واشوفكم على خير في فيديو جديد. دعواتكم ليا ربنا يعيني ويقويني يا رب. شكرا لكم للمتابعه، ولو لسه ما عملتوش لايك اعملوا لايك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.